معقول حلاوتك. اوعى بقى. اوه ايه الناس زي القمر، انت زي القمر. ممكن شوية هوا. احنا هناخد هوا مع بعض، بس اهدي بقى اهدي بقى. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي امير خالد، حاجه كده صح؟ حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني، حابسني الله برات النوم تاركني سهرانة. أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك. بيبي فين؟ يا نهار ابيض. فين يا سلمى يا بيبي؟ ايوه يا حبيبي انا كيتشن تعالى. بقول لك يا حبيبي، الفايل بتاع المناقصات انا متهيالي اني سبته هنا، ما شفتيهوش؟ لا يمكن تلاقيه في المكتب في الشركه. اوكي ممكن. طيب عايزه حاجه؟ انا لازم امشي. لا لا تمشي تروح فين؟ تعالى. انا مستعجل قوي. لا 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 تعالى عايزك ضروري بليز. طيب يلا. ايه بص عامله لك ايه؟ لانش بوكس. انت عامله لي انا لانش بوكس؟ ايوه حبيبتي، هو انت ليه دايما محسساني اني بيبي صغير؟ because you are my baby. طب التحشي اللي فوق دي ايه؟ لا دي البيبي بتاعي انا وانت، يعني شركه. طب ممكن تدعي للشركه دي، عايز اسلم عليها قبل ما امشي. لا ما هو يو ان ذا شاور، فهي بقى صحت بدري فطرت فالباص جالها فراحت المدرسه. انا لازم اجري بسرعه، انت عارفه. النهارده عندي الكونفرنس كول مع رئيس الوزراء في المشروع بتاع العالمين. ادعي لي والنبي، ده هيبقى اكبر مشروع في المنطقه كلها. ربنا يوفقك يا حبيبي. عايزه حاجه؟ لا لا نو، انت فاكر انك هتمشي؟ انا مش هسيبك. ايه ده انت هتضحك عليا؟ عايزه لا، ايه؟ هتفطر معايا وكمان هتاخد اللانش بوكس هجيب معاك. اللانش بوكس. لا هتفطر طبعا. يلا يلا هتعرف يا رايا. مش طب عارف. انت بتحب تنط نفسك، انت بتحب. تمام. ماله وين؟ خد خد سيبي ده. انا بحبك قوي، بموت فيك. طب وانا جاي. انا لسه عندي 5 دقايق. ايه رايك كمان؟ وراك ميعاد هتتأخر. 5 دقايق 5 دقايق بسرعه. 5 دقايق ماشي. برضه بحبك قوي. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل، وعندنا خبر الحقيقه قالب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي أنا فين؟ وصفحات السوشيال ميديا. هو خبر اعلان مجموعه دكتورة سلمى، الحمد لله على السلامة. انخفاض بل انهيار. تاليا بنتي فين؟ اطمني اطمني، تاليا كويسة، هي في البيت مع نادي. لكن انا يهمني البعد الاقتصادي في الموضوع. انا عايزة اخرج، شيلوا الحاجات دي. لا لا تخرجي ليه؟ احنا لازم نطمن عليك الاول. الاسعاف جابتك هنا وكان ضغطك 40/80، ما كانش في نبض خالص. ولا يمكن ان يتم علاجها عايزة اخرج داخل المجموعه الاقتصاديه. اهدي الحمد لله على بس. السلامة يا دكتورة سلمى. لو سمحت اكتب لي خروج، انا عايزة اخرج من هنا. لازم نطمن على حالتك الأول. هذه المجموعه الاقتصاديه. لا انا بقيت كويسة، انا دكتورة وعارفة انا بقول ايه. انا عايزة اروح لبنتي، شيلوا الحاجات دي. مهندس خالد سويلم.
الحقيقة الخبر مش مجرد وفاة المهندس خالد سويلم، بل في تفاصيل مثيرة جدا، وهو العثور على جثة المهندس خالد سويلم مع إحدى موظفاته في حجرة نومه بمقر سكنه. لحظة، الخبر فيه كلام كتير بين السطور، في كلام بتتداوله صفحات التواصل الاجتماعي، والحقيقة المجموعة أعلنت عن أنه هي غير مسؤولة عن أي إشاعات أو قصص من هذا النوع بيتم تداولها لحين إعلان الجهات الأمنية نتائج التحقيقات. يا جماعة، خالد سويلم ما كانش مجرد مهندس، بل أنه أحد الرموز الاقتصادية اللي أثبتت وجودها في وقت قصير جدا في مجال التطوير العقاري والاستثمار. الو. ايوه اشرف، انت فين؟ انا في طريق القاهره. قريت الاخبار اللي على السوشيال ميديا؟ كاتبين موت رجل الاعمال خالد سويلم مع زوجة شريكه، وحاطين صورة شيرين وخالد. انت عارف حاجة عن الموضوع ده؟ يا باشمهندس، يا اشرف. الو. دكتورة سلمى، انت لازم تاخدي المهدئ وتنامي. احكي لي اللي حصل بالظبط. أنا زي كل أسبوع باخد أجازة خميس وجمعة، بس الأسبوع ده حضرتك طلبتي مني إني ما أنزلش وأقعد عشان حضرتك عندك سهر، وأنا فعلا عملت كده وما نزلتش. رحت ليلة الأربع ورجعت صباحية الخميس، خدت المفتاح من تحت الدواسة وفتحته ودخلت، بس شميت ريحة غاز. جريت على المطبخ، بس قبل ما أدخل المطبخ لقيت الفازة واقعة على الأرض مكسورة، قمت لميتها ورميتها في الزبالة في المطبخ. قعدت شوية كده مش عارفة ريحة جاية منين. دخلت أوضة النوم لقيت وباب الحمام لقيته مقفول. حسيت إن في حد جوه لأن صوت المايه كان شغال، بس ريحة الغاز كانت جامدة جدا، خلتني أفتح الباب وأشوف فيه إيه. دخلت ولقيت المنظر بقى اللي حضرتك شفتي بعينك.
دكتورة سلمى، عشان خاطري لازم نهدى عشان نعرف نفكر. نادية، ممكن أعرف ريحة الغاز كانت طالعة منين بالظبط؟ ريحة الغاز كانت طالعة من المطبخ ومن الحمام ومن أوضة النوم والصالة، كانت في كل مكان. باب الحمام كان مقفول من جوه ولا من بره؟ لا بصراحة يا دكتورة أنا مش فاكرة بالظبط، بس اللي أنا فاكراه إن أنا اللي فتحت الباب، وطالما أنا اللي فتحت الباب يبقى أكيد ما كانش مقفول من جوه بترباس ولا بأي حاجة. بعديها دخلت على طول قفلت محبس الغاز، بس ريحة الغاز كانت جامدة جدا، رحت فاتحة كل الشبابيك وبعدها كلمت حضرتك على طول. انت اللي كلمتي البوليس؟ لا مش أنا. امال مين اللي كلم البوليس؟ مش هو ده المهم، في سؤال دلوقتي أهم. ايه هو؟ أنت عمرك شكيتي في جوزك؟ كل رجالة العالم خانوا مراتاتهم، خالد ما يخونش. أنا آسفة في اللي هقوله ده يا دكتورة سلمى، بس يعني هو ممكن يكون أجدع وأخلص واحد في الدنيا، بس فجأة تطلع واحدة تضحك عليه تخليه يخون. لا لا، ما صدقت. طب خلاص اهدي علشان خاطري، معلش أنا آسفة. سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. طب أنا هسيبك دلوقتي علشان ترتاحي، بس أرجوكي يا دكتورة لازم تاخدي المهدئ، أرجوكي. نادية، أي يا دكتور؟ فين الفازة اللي اتكسرت وانتي قلتي لي لميتيها؟ أجيبها لحضرتك، بس أنا كنت شايلها في كرتون عشان ما تعورش حد. طب هاتيها وسيبيني لوحدي. حاضر. وشوفي الباب. حاضر. مساء الخير. أهلا وسهلا. ده الباشمهندس أشرف يا دكتور. اتفضل. شفت الفضايح اللي احنا فيها؟ خالد جوزك وصاحب عمري يغرر بمراتي ويخوني معاها. أنا كنت حاسس إن في حاجة ما بينهم، بس كنت بكذب نفسي، كنتش عايز أصدق. خالد صاحب القيم والمبادئ والأخلاق والألفة بتاع دفعتنا، يخون صاحبه مع مراته. يعني انت مقتنع ان شيرين مراتك بريئة وان الذئب البشري اللي غرر بيها هو خالد؟ أنا متأكد. شيرين أنا مربيها على إيديا وعارفها كويس أوي، وعارف خالد عامل زي الديب، كان ناعم وشدها ليه. ده إنسان حقير. مش هقبل اي كلمة مسيئة لخالد. انت لسه بتدافع عنه بعد ما خانك؟
في أوضة نومك وفي بيتك؟ لسه بدري قوي على إصدار الأحكام يا باشمهندس. لسه في تحقيقات. مش تحقيقات، ولي فضايح. صور الاتنين حبيبة بقت على كل المواقع. المجموعة نفسها أسهمها بقت في الأرض. حتى صفقة العالمين الأخيرة تقريبا خلاص مش هترسى علينا. هو أنت جاي تتكلم في بيزنس ولا جاي تتكلم في أمور شخصية؟ انت طيبة أوي يا سلمى. انت ازاي كده؟ ازاي هادية كده؟ واحدة غيرك كانت زمانها لعنة اليوم اللي شافته فيه. وبلاش انتي، بنتك لما تكبر هتقولي لها ايه؟ سمعتها هتكون عاملة ايه؟ لما يجي يتقدم لها واحد ويعرف ان ابو بنتك مات الموتة دي، هتبرري بايه؟ ياه، اللي يسمع كده يقول انك ملاك ما بتغلطش. ده من شهرين بس كانت عايزه تتطلق، شهرين بس. شيرين، شيرين كانت بتتوهم حاجات ما بتحصلش، وانت عارفة مش صاحبتها، عارفة انها كانت بتروح لدكتور نفساني. الدكتور اللي انت وديتها ليه تحت مسمى وشماعة انك بتنقذ علاقتكم، واللي وعدتها انك تروح له وما رحتش. انت نسيت ولا ايه؟ انت عايزة توصلي لايه؟ موضوع واضح. الموضوع فيه لغز، لغز وانا هوصل له. موضوع بسيط واضح وضوح الشمس، يعني 2 خاينين وربنا فضحهم. مستحيل. انا فطرت مع خالد وبعديها هو خرج وانا خرجت، بس هما كان عنده ميتنج مهم جدا. ممكن تفهمني بقى ازاي وامتى هيحصل كل ده، وازاي السيناريو اللي في دماغك ده ممكن يتحقق بعد اللي بقوله لك؟ هو لما اتأكد ان انت مشيتي عمل الملف في حجته عشان يرجع البيت تاني، وهو متأكد ان انت بترجعي بالليل متأخر. كلم عشيقته عشان تجيله، وعبال ما جت كان عمل الميتنج بتاعه فيديو كونفرنس وخلصوا، وعشيقته جت وقعدوا مع بعض، وزي ما بيقولوا عاشوا مع بعض في جنة الخيانة. مش عايزه اسمع حاجه. أنا عارف إن أنا قصرت في حق شيرين كتير. حالتها النفسية اتدهورت قوي في الفترة الأخيرة. خلى خالد لما يخش عليها بالقلب الحنين والوش الناعم تترمي في حضنه. بس أنا متأكد إنه شيرين مظلومة، لأن أنا عارف خالد كويس جدا. خالد عايز يكوش على كل حاجة، سلطة ومركز وفلوس وستات. لو هتعيد الاسطوانه دي تاني يبقى الكلام بينا خلص. اسمعيني يا سلمى. قلت مش عايزه اسمع حاجه. انت طيبة قوي يا سلمى وزوجة مخلصة، وانا بحترم ده فيكي جدا.
بس الحقيقة غير كده. جوزك خاين فعلا. خلصت كلامك؟ بكرة الأيام تثبت لك كلامي. مع السلامة. الباقي في حياتك. ازيك يا دكتورة؟ عاملة ايه؟ ازيك يا نرمين؟ مفيش حاجة يا حبيبتي، مفيش حاجة. في حد جاله حاجة؟ فعلا انتوا ناس أغبياء. كنا خلصنا وهي دايخة وقفلنا الصفحة دي خالص. اسمعوني، الدنيا كده هتتقلب أكتر ما هي مقلوبة. لازم نصحى كويس قوي. هدوا اللعب خالص. قلت لغاية ما نشوف الريح جاية منين ورايحة فين. سلام. الحمد لله مفيش حد بره. هو في ايه؟ مين دول يا دكتورة؟ نادية، خدي تالية طلعيها اوضتها فوق. لا انا خايفه ومش هسيبك لوحدك. لا يا حبيبتي، هتسمعي كلام ماما وتطلعي فوق عشان احبك. يلا يا نادية. حاضر يا دكتور. يلا يا تالية، يلا. انا برضو مش فاهمة حاجة، مين دول وعايزين يقتلوكي ليه اصلا؟ معرفش، يمكن هو عنده الإجابة. انا هبلغ البوليس. أنا من رأيي بلاش. استنى لغاية ما نعرف مين دول، عايزين يخلصوا مننا ليه. نعم، انت بتجمع نفسك معايا في جملة مفيدة مننا؟ اللي يتجرأ ويعمل حاجة زي كده أكيد خطط ودبر وعرف إن إحنا موجودين مع بعض وعايز يخلص علينا. ومين دول بقى إن شاء الله؟ معرفش. أعداء جوزك كتير، خصوصا حيتان السوق. ممكن يكونوا خدوا خبر إن أنا وإنتي عايزين نقوم المجموعة تاني، عشان كده ترصدوا لنا. مجموعة إيه وزفت إيه؟ إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقوله ده يا باشمهندس؟ عموما ده مش هيمنعني إن أنا أبلغ البوليس. بلغي البوليس يا نرمين. حاضر. اوعي تكوني فاكرة إن أنا مش عايزك تبلغي. اعملي اللي أنتي عايزاه. أنا لازم أروح عشان بقالي 3 أيام ما نمتش، وكفاية قوي اللي حصل النهارده. خلي بالك من نفسك. عن إذنك. الو، شرطة النجدة يا دكتور. ألو، أنا الدكتورة سلمى الأشقر، عايزة أبلغ عن محاولة قتل. يا حاتم، الحمد لله على كل شيء.
لا تعبت شوية، الموضوع كان صعب. وفاة شيرين أثر فيا جدا، عشان كده مش هقدر أنزل الشغل. الحمد لله. ما اعرفش بقى في موضوع الشركة الجديدة ده ايه حكايته. دخلت في مواضيع انا ماليش فيها اصلا. ماشي يا حبيبي، لما افضى هقول لك وهكلمك. سلام يا ستي. ها، قولي لي بقى يا دكتور ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل يا فندم زي ما حضرتك شايف، اتضرب علينا بالآلي من جماعة ملثمين وهربوا. بس ما حدش جرى له حاجه. مش غريبه دي يا دكتور ولا ايه؟ مش فاهمة قصد حضرتك. يعني دفعه آلي تتضرب عليكم وما يحصلكوش حاجه؟ اللي عملوا كده يا دكتور كانوا عايزين يهتوكوا. رصاص طايش في المكان كله. بس مين بقى اللي عمل كده وليه؟ ايه ده؟ حضرتك بتعمل ايه؟ بشوف شغل يا فندم. شغل حضرتك انك تقيس المسافة ما بين الجزيئات ومكان الضرب علشان تعرف تحدد نوع السلاح المستخدم. وحضرتك بقى اللي هتعلميني شغلي؟ على فكرة فؤاد، دكتورة سلمى الأشقر أستاذة الطب الشرعي والعلم الجنائي. وحضرتك تشرفنا يا فندم. على العموم سيادتك ما تقلقيش. لا طبعا لازم اقلق، علشان مجموعة الخبراء اللي جم قبل كده اغفلوا تفصيلة مهمة جدا وما جابوش سيرتها، زي الفازة المكسورة على سبيل المثال. لما يطلبوا حضرتك للتحقيق يا دكتور تقدري تقولي كل اللي عندك. طيب سلام دلوقتي، مع السلامة. هو انا كل مره يا مس ايناس اشيل حصه الميوزك؟ ده انا مش بلاحق على الساينس كمان اشيل حصه الميوزك. ما هو مستر حاتم في موسم الرياض بيسترزق وسايب الحصص بتاعته. يا حبيبتي اوكي انت تستحمليه، هو مغرقك عبايات وبخور وجلاليب، انما انا استحمله ليه؟ بس خلاص انا ادخل الحصه بتاعته، ولما بقى يجي بقى مستر حاتم هبقى اقول له يجيب معاه جلاليب وبخور ليك. لا يا حبيبتي كفايه عليكي انت الجلاليب والبخور والعبايات. اتس نوت ماي ستايل. عيني فيه وبقول لك خير بس يلاقي مقاسك. جود افترنون يا ميس، ده احنا قصتنا حزينه. ميس ايناس بتاعت المس. بس ما تخافوش، انا جاي لكم النهارده بدل مستر حاتم، ربنا يجيبه بالسلامه. وبما اننا في حصه الموسيقى حابه اسالكم سؤال، مين فيكم بيعرف يعزف او يغني او حتى يرقص؟ بتفكر في انت بتعرف انت اهو قبل ما تزعلنا. ايه ترقص لنا؟ بس على فكره يا ميس، جيكا صوته حلو قوي وبيعزف كمان. اطلع يا جيكا سمعنا. تحيه لجيكا يا جماعه. اوعى تبعد وتنساني، دي الفكرة قلقاني، ما يهونش قلبي عليك. اياك تعملها وتسيبني، عاتبني جربني، ما اقدرش اعيش بعدك. ما قلت ليش هترجع امتى يا حبيبي، ما تبتديش تبعد عشان كم حاجة حصلت. يا مين يعيش وبكرة تعرف يا حبيبي، مشاعري ليك حبيبي عمري في يوم ما بعدت. اوعى تبعد وتنساني، دي الفكرة قلقاني، ما يهونش قلبي عليك. اياك تعملها وتسيبني، عاتبني جربني، ما اقدرش
مقدرش اعيش بعدين. اهو يا نرمين، دي الفازة اللي لمتها نادية اول ما رجعت البيت يوم الحادثة. استني ما تلمسيش. ما لمسش ايه يا دكتوره؟ ما انت بتقولي ان ناديه لمتها، يعني البصمات كلها دخلت في بعضها خلاص. ما هو مش ده المهم ومش ده اللي شاغلني. الفازة دي اتضرب عليها رصاصة من مكان قريب، عشان كده اتكسرت بالشكل ده واتفتتت بالطريقة دي. دكتوره سلمى، ممكن بعد اذنك تهدي وتخلي كل واحد يشوف شغله؟ انت اثبتي الفازة دي عندهم وهم يقرروا ان كان فيها رصاصه ولا لا. يا نرمين طولي بالك عليا بس. تعالي شوفي، شايفه المقذوف اللي على الحيطه ده؟ شايفه العلامه دي؟ ده معناه ان الرصاصه اتضربت من مسافه هنا كده. طب هما دلوقتي هياخدوا بالكلام ده؟ ما هم لازم ياخدوا بالكلام ده. التقارير اللي حصلت دي حاجه عشوائيه، شغل كروتها يعني. ربنا يستر. انا مش عارفه فيلم الرعب اللي احنا عايشين فيه ده هيخلص امتى. انا حاسه ان خالد اتهدد انه يعمل كده. في حاجه مش مفهومه، في حاجه ناقصه انا مش فاهماها. طب اهدي بس يا حبيبتي، وباذن الله كل حاجه هتبان وفي وقتها كمان. اهدي انتي بس. انا اسفه دكتوره سلمى، انا مضطره امشي دلوقتي عشان عندي ميعاد مهم جدا مع عصام. مشوار ايه؟ دكتور، ربنا يسهل، ادعي لي والنبي. ربنا يوفقك يا نرمين. خلي بالك من نفسك، كل حاجه هتبقى كويسه. الحمد لله على السلامة. رجلك بقى دي ارفع دي كده، دي ارفعها كده. نام. يلا بقى. دي بقى كده. ايوه بس كده. طلع رجلك بقى فوق كده، طلع رجلك التانية. مالك زمانك انت. اهو مفيش حاجة، بالراحة خالص. ايوه ايوه بس كده. ايه بقى؟ مش ناوي تسمعني صوتك بقى ولا ايه؟ مش عايز تكلمني ليه؟ ان شاء الله كلها كام شهر وكله هيتعدل. على فكرة انا مش زعلان اني اكتشفت خيانة خالد وشيرين، بالعكس أنا المفروض أبقى مبسوط جدا على فكرة. يعني المفروض عشان أنا هبقى أهدى كتير من الأول، وهعرف أشوف شغلي، وهعرف الحاجات اللي ناقصاني ما عملتهاش أعملها. كنت طول الوقت شاكك فيها ومش عارف أثبت، وكنت هتجنن. نار الشك دي كانت هتموتني. أنا جالي استدعاء للنيابة بكرة الصبح، هروح. مش عارف أنا بحكي لك ليه، بس كل اللي عارفه إن أنت لازم تعرف إن أنت الوحيد اللي ممكن تسمعني. أحكي له على كل حاجة. أنا هرغي كتير، كان المفروض أصحى بدري عشان استدعاء النيابة ده. أنا هقوم بقى
هسيبك انت تقعد مع نفسك كده. يلا تصبح على خير. ايدك ابوسها. بقت في النور بقى. ايوه رجع لك كده بس. ممكن افهم بقى في ايه؟ طول السكه ساكت وما نطقتش بولا كلمه. عايزاني اتكلم اقول ايه يا نرمين؟ ها شايفه في ايه ممكن يتقال؟ شايفه ان كلام الدكتور واضح جدا، و300,000 جنيه هيحلوا لنا المشكله. واحنا ايه اللي يضمن لنا؟ اذا كان الدكتور نفسه بيقول انه احتمال. وهو في ايه في الدنيا حاجه مضمونه؟ بس على الاقل يا اخي ناخد بالاسباب. ايوه ناخد بالاسباب ده لما يكون في ايدينا المبلغ ده ونقدر ندفعه، لكن بصراحه الرقم ده تعجيز، وانت اكتر واحده عارفه الظروف. يعني خلاص قررت ما تعملش اي حاجه علشان انت مش عايز تعمل اي حاجه ولا حتى قادر؟ اقول لك انت ولا هتعمل اي حاجه في حياتك طول ما انت ضعيف الشخصيه قدام اهلك بالمنظر ده. يا دي الاسطوانه المشروخه، ايه دخل اهلي في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ يا ستي اعتبريني مقطوع من شجره ويتيم وماليش اهل. ولا هو انت بقى ان شاء الله متجوزاني وانت حاطه عينك على فلوس اهلي؟ طلقني يا عصام. عايزك تسمعني حاجه كده ايه نركب بيها الفلنكات. اديني حته عصام صوصه باتون ساليه بالسمسمهات. عايزين نولع الدنيا ونبقى هوب هاي. وانا مش قايل يا اسطى التليفونات سايلنت؟ استنى بس يا اختي، نرمين بتتصل، اكيد عايزه ماما. ثواني يا ماما. نعم. نرمين بتتصل. ده عمرها ما كانت بتتكلم بالليل كده. الو، ايه نرمين؟ يلا هنعمل ايه بقى؟ احنا قصتنا حزينه يا ابني. انا مش بقالي ساعتين بفهمك هنعمل ايه. افتكرت خلاص. يلا انا جاهز انا جاهز. يلا يا نجم يلا. زيع. اهو ده اللي صار وادي. بس هو ايه اللي ده اللي صار وايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ مالها دي؟ هو ايه اللي مالها يا عم؟ الناس دلوقتي عايزه حاجه تصدعها، حاجه ترقصها، حاجه تبوظها. يعني اعمل ايه؟ اديني حاجه كده عن غدر الصحاب، عن النقص، اي حاجه من النوادر دي. يبقى عن جدعنة الصحاب. هو ده. يلا. صاحبي يا ابو الصحاب، عمرنا يوم ما نتفارق، لو يوم جالي اكتئاب ده وجودك جنبي فارق، مهما تعدي السنين مش بلاقي جنبي غيرك، انت من زيك مين عمري ما القى بديلك. هو ده يا عيون حسونه. هو ده. طيب بقول لك ايه، ما تنسيش تفتحي بقى شباك الحمام عشان البخار لا تتخني. حاضر يا حبيبي. اهدي بس يا حبيبتي، وديني وايماني اللي هروح لام واطلع على جتتها البلا الازرق. دخلوا علينا بالحنجل والمنجل وافتكرنا القبه فيها شيخ، طلع شيخ منصر ياخد مرتبك كل اول شهر. لا هو مش ابوه، عنده محلات في الرويحي، سايبهم لاخوه الكبير يعيش في ميه البطيخ، وجوزك الخايب ما بيطلبش حقوقه. انا بصراحه مش قادره افهم هو بيعمل كده ليه. ده لا يجرؤ يطلب من اهله مليم واحد من اللي اخوه نهبوا منه. سيبك منه، تعالي عيشي معانا هنا زي زمان. احنا خدنا ان الرجاله يعني غير وجع القلب. وجع القلب؟ وانت عرفك عن الرجاله وجع القلب يا مفعوصه انت؟ ايوه بقول لك ايه يا اختي، قومي يا اختي انت وهي خشي كله جوه، يا اما مفعوصه انت اطلعي لامك فوق. يلا يلا يا اختي اتحركي. الوجع القلب قال. تعالي
بعيدا عن محاولة قتل يا فندم، ممكن بعد إذنك نركز على علامة الطلقة اللي على الحيطة، وكمان تسريب الغاز المفتعل اللي كان مالي البيت كله. أنا متأكدة إن اللي حصل ده كله كان بفعل فاعل. انا استدعيت خبير من شركه الغاز علشان يكتب لي تقريره الفني، بناء عليه هنحدد اذا كان بفعل فاعل ولا لا. ايه الاخبار يا باشمهندس؟ عملت ايه؟ في تحديد تيوب في وصلة الغاز عند الكوعة. تمام. وده وارد يكون مش بفعل فاعل بنسبة بنسبة كام يا باشمهندس؟ من 1 ل 10%، بس وارد. والأسباب؟ ضغط أحمال، خصوصا إن حمام السباحة متوصل على نفس المصدر. يعني فنيا مش بفعل فاعل؟ يا باشمهندس من فضلك اكتب لي تقريرك الفني وامضي لي عليه وهاتولي النهارده. طب وآثار الطلقة اللي على الحيطة والفازة المكسورة؟ يا مدام، بالنسبه لاثار الطلقه اللي على الحيطه دي ممكن تبقى تجريح في الحيطه عادي، وبالنسبه للفازه اللي حضرتك بتتكلمي عليها هي اصلا ما كانتش موجوده في المعاينه. طالما مش موجوده يبقى ما فيش حاجه اصلا نثبتها. باشمهندس بعد اذنك اكتب لي التقرير وهاتولي، عايز اضمه لملف القضيه، عايز الحق اخلص. تمام يا فندم. هيا يا دكتور، في حاجه تانية؟ أيوة في. خير؟ في آثار حديثة على مواسير المطبخ، مطلوب مناظرتها ومعرفة مين أصحابها، لأنها أكيد ممكن تبقى خيط مهم جدا لحل الجريمة. يا مدام انت بتقومي الدور مش دورك اصلا. أنا أستاذ طب شرعي وبدرس لطلبة كلية شرطة، نفس الكلية اللي حضرتك اتخرجت منها، ده غير إن أنا كمان دارسة قانون جنائي. طيب يا دكتور، بعد وقوع الحادث اللي حضرتك مسمياه جريمه وكانك حققتي فيه واصدرتي حكمك كمان، كان في فريق من المباحث الجنائيه والنيابه العامه عملوا اللازم بالفعل ورفعوا كمان البصمات. واضح جدا للاعمى ان هم كانوا في فيلم اللذه والغراميات الملتهبه. الغاز اتسرب او بخار الميه خنقهم وهم هيمانين ومش في دماغهم اي حاجه لحد ما فيصوا. عموما لو في اي حد شك فيه ممكن تقولي لي ونعمل له استدعاء فورا، وسيبينا بقى نشوف شغلنا اللي احنا فاهمينه كويس وتعلمناه عملي في الشارع. بعد اذنك يا دكتور. يلا. يا بنت انا عايزه اطمن عليكي قبل ما ماما عشان خاطري والنبي بلاش الكلام ده، انا بيوجع قلبي. ربنا يخليكي لينا يا رب ونفضل كده في خيرك طول العمر. انا عايزه اشيلك حته عيل. ايه كلام بقى اللي مش هنخلص منه. لا انا ماشيه. لا استني، امسكي خدي دول 500 جنيه حطهم في جيبك لغايه ما تقبضي. لا يا ماما مستوره الحمد لله، وبعدين انا موعوده بترقيه وان شاء الله الدنيا هتتظبط. امسكي يا بنت. الله يا اختي. ربنا يخليكي ليا يا امي. ايه ده؟ دي دكتوره سلمى. هي عامله ايه دلوقتي يا حبه عيني؟ موت وخرب ديار. عن اذنك يا ماما ثانيه واحده. الو. ايوه دكتوره. في يا دكتوره سلمى؟ سامعاني ليه؟ جيتي في وقتك. معاكي مفتاح المشرحه؟ اكيد طبعا معايا، بس بتسالي ليه؟ لا يا دكتوره،
لو اللي بتفكري فيه فعلا حصل هنروح كلنا في 60 داهيه. القانون ما بيرحمش. الطبيب الشرعي ممنوع يدخل التشريح لو ليهم اي علاقه بالكيس اللي جوه. في يا دكتوره، ما انت اللي كنتي بتقولي لنا الكلام ده وبتدرسه لنا. بقول لك لو خايفه روحي انت. ما انت عارفه ان انا مش هعرف اسيبك ابدا. تعالي. امسكي الدبلة. انا قلقانه قوي. انا متاكده ان في غاز غريب دخل الجسم، مش غاز طبيعي ابدا. عشان كده لازم ناخد عينه للانف، وبعدين نبقى ناخد بقيه عينات. امني يلا بسرعه بس. بتعملي ايه عندك يا دكتوره سلمى؟ دكتور حازم، انت اتجننتي، بتدمري حياتك المهنيه، مفيش اي احساس بالمسؤوليه. انت ناسيه يا دكتوره ان في هنا كاميرات؟ انا لما الامن بلغوني ما صدقتش، قلت اجي اتاكد بنفسي، واديني اتاكدت. مفيش قدامي غير اني هبلغ البوليس عشان اخلي مسؤوليتي نهائيا. اهلا اهلا. ازيك يا متر؟ ازيك يا مدام؟ ها طمني، طلعت اعلام الوراثه؟ يا مدام ما انت عارفه اللي حصل لشيرين بنت جوزك، ودي تعتبر البنت الوحيده ليه. والله دي فضيحه لا على البال ولا على الخاطر، طلعت اوسخ من ابوها. المهم عرفت انا نسبتي كام في الورث وطلع له قرايب ولا لا؟ حاكم ده كان عطاته وبحوره غويطه، وممكن كده فجاه تلاقي 100 واحد طلع على ابنه ولا من عيلته. الحاجه الوحيده المؤكده هي ان الباشمهندس اشرف هيكوش على ميراث مراته كله، حتى اللي هتاخده من ميراث ابوها هياخده برضه. يا ابن اللعيبه يا اشرف. الدكتورة سلمى موجودة؟ ايوه خير. ده استدعاء من النيابة، مطلوبة النهاردة عند عمر بيه في النيابة. مين هيستلم؟ خير يا ناديه، في ايه؟ حضرتك دكتورة سلمى؟ ايوه انا. وقعي لي هنا لو سمحتي. ده يا استاذ شفيع بقى خالد بيه والباشمهندسه شيرين يروحوا كده. هنعمل ايه بس؟ ربنا يستر على ولايانا.
بس يا خلود يا بنتي، انت طول عمرك في وسطيهم، وفعلا كان في حاجه بينهم. لا طبعا انا جايه معاكي، انا مش هسيبك لوحدك ابدا. تيجي معايا تعملي ايه بس؟ انت هترتبي الملفات بناء على المعلومات الفنيه والداتا زي ما انا فهمتك، وتبعتي لي بيهم ايميل. انا متاكده ان وكيل النيابه لو عرف اللي احنا وصلنا له هيقلب القضيه. يلا. حاضر. لا استني، الباسورد ايه؟ خالد التالية. خلصي وابعتي لي ايميل على طول، مسافه ما اوصل النيابه يكون وصل. حاضر. الله يا ناديه، تسلمي لي، ربنا يخليك. معلش ممكن بقى معاها كوبايه شاي؟ حاضر. ولا اقول لك خليها شاي بلبن؟ حاضر. صاحبي يا ابو الصحاب عمرنا يوم ما نتفارق، لو يوم جالي اكتئاب ده وجودك جنبي فارق مهما تعدي السنين. بناء على طلب معاليك انا سلمت تقرير فني مفصل بتوصيلات الغاز في خانة سويلم ومدى تأثير التسريب في حالة غلق النوافذ، وبالنسبة لتقرير المعمل الجنائي عن الهجوم هيكون جاهز على آخر اليوم. وبمناسبة تواجد المدعوة خارج غرفة التحقيقات قمنا باستدعائها واستجوابها. اكتب بياناتها. س. هل كانت هناك علاقة عاطفية أو سرية بين المهندس خالد رئيس المجموعة والمهندسة شيرين اللي شغالة عنده؟ مش فاهمة يعني المفروض أقول إيه؟ قولي اللي تعرفيه، ده تحقيق. بصراحة كان فيه. كان فيه إيه؟ يعني كان بيستدعيها ويقفل عليهم الباب بالساعات، وكان بيطلب مني إن أنا ما أدخلش عليهم أي حد، وهي كانت بتخرج وهي وشها مورد وبتضحك. بطاقتك يا دكتور. اتفضل. سجل بياناتها. تم استجوابها. س. هل كنت بتشك إن جوزك على علاقة بالمهندسة شيرين؟ لا طبعا، شيرين دي صاحبتي وزي أختي، وأنا عارفة كل أسرارها. س. هل استفادت المهندسة شيرين بعلاقتها بالمهندس خالد بأي شكل من الأشكال؟ طبعا، الموظفين كلهم كانوا بيتكلموا لما رقاها من مجرد مهندسة متدربة لرئيس إدارة التصميمات والديزاين. يعني في ناس كتير اتظلموا كانوا يستحقوا المنصب ده أكتر منها. أمال تفسري بإيه وجودهم مع بعض في حمام أوضتك؟ ما عنديش تفسير، لكن بخبرتي الجنائية كأستاذ في الطب الشرعي جمعت معلومات وشواهد بتؤكد إن تم التلاعب بوصلات الغاز ووجود آثار لفازة مكسورة ممكن تبقى نتيجة شجار ما، وكمان وجود مقذوف قريب منها يمكن يكون هو ده السبب. مرة أخرى يا دكتورة، تفسري بإيه وجودهم مع راية في منزل الزوجية؟ ما عنديش تفسير. س. هل شفت تغير على خالد قبل الوفاة بكذا يوم؟ كان عصبي قوي وهدد بالانتحار. يعني إيه هدد بالانتحار؟ وفي أي موقف قال كده؟ هل تعتبري حادث زوجك انتحار؟ لا. لا ليه؟ إيه اللي يخليه ينتحر؟ خالد كان في قمة نجاحه وكان مستني يجني ثمر تعبه ومجهوده، وأكبر دليل على كده تكليف الحكومة ليه إنه يمسك مشاريع مهمة جدا في الساحل الشمالي.
أكيد بخير يا فندم. أنا ما شفتش حاجة بعينيا، بس هو كان في إشاعات. الشهادة لله، الباشمهندس خالد الله يرحمه كان راجل أمير وطيب وعادل، عمره ما ظلم حد يا فندم. وبعدين سعادتك يا فندم هو اللي خلى المجموعة في السماء. هل لزوجك الراحل اعداء وتقدري تحددهم لي؟ اي رجل اعمال عنده منافسين وعنده اعداء، بس انا ما عنديش اي فكره عنهم. هو الحقيقة يعني كان في شوية تعرقيل وشوية مشاكل، لكن برضه الشهادة لله. وكان راجل محترم جدا، وكان راجل اقتصادي ومعماري جبار، وجبار جدا يا فندم. وللأسف احنا خسرناه. باعتبارك الوريثه الوحيده للمجموعه انت وبنتك القاصر، تقدري تفسري بايه الهجوم عليكي ومحاوله اغتيالك؟ ما عنديش تفسير، بس انا برجو من الشرطه ان هي تتوصل للمجرمين دول وتقبض عليهم، عشان انا حاسه ان انا في خطر، حاسه اني في دوامه مش عارفه اولها من اخرها. هل لديك اقوال اخرى؟ عايزه اطلب رسمي اشرافي على تشريح الجثتين وضم تقريري للتحقيقات. احنا استعملنا تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي، بس للاسف يا دكتوره ما ينفعش حضرتك تتدخلي باي طريقه. حضرتك عارفه القانون، وعشان صله القرابه انا اسف يعني. اتفضلي امضي على المحضر. لو سمحت بلغ سيادة المستشار أشرف الضبع بره. صاحبي يا ابو الصحاب عمرنا يوم ما نتفارق، لو يوم جالي اكتئاب ده وجودك جنبي فارق. شفت الواد ترند وهيكسر الدنيا، يعني لو عمل لك هنا فيديو باسم المحل هتبقى اشهر من سيلفستر ستالون. ده مين السيلفستر ستالون ده يا صاحبي لا مؤاخذة؟ تكريم لتفتيح البشرة. يا عم ركز معايا، ده نجم هوليود. ايوه يعني نجم هوليود بتاعك ده هياخد كام يا سيدي؟ بص يعني اقل حاجة كده سكة 3. ايه؟ ليه يا عم؟ مفيش غيره بيغني؟ هز الدنيا معاك كده شوية، خلوهم 2 بس. اهز ايه؟ انت عارف انت بتتكلم على مين؟ ده اقل فيديو منه يا ابني بيبوم وبيعدي الفلنكان. بس هز الدنيا شوية معايا يا عم. ماشي يا عم، بس تمسك بقى، غير لي جراب وسكرين. كمان جاي عليا بخسارة. يلا بقى. ايوه يا نرمين، لسه مخلصه. خلاص انا قفلت الملف زي ما طلبتي وبعتهولك على الايميل. ملوش لازمه. ليه؟ في حاجه حصلت؟ وكيل النيابه لما انا قلت له ان انا مجمعه معلومات وعايزه اضمها للتحقيق، ولا سال ولا اهتم. بس انا مش هسكت. طب معلش انا اسفه يا دكتوره، انا دلوقتي عندي شغل في المصلحه. ماشي، خلصي انت شغلك وبعدين يبقى كلميني. تمام. سلام. ايوه يا نرمين. في ساعاتي وتاريخي قمنا باستدعائي وبسؤالي س
كنت فين يا استاذ اشرف وقت وقوع الحادث؟ ده في شغلي في الصحراء. في الحقيقة أنا عرفت الخبر من مواقع السوشيال ميديا، أصحابي وروني. سين، هل تعتقد ان وفاة زوجتك وصديقك المهندس خالد سويلم فيها اي شبهة جنائية؟ معلش يا فندم، أنا مش فاهم سؤال حضرتك. يعني هل بتشك ان هم ضحية ولا ده حادث مدبر عن عمد؟ في الحقيقة أنا ما عنديش معلومة، بس كل اللي أقدر أقوله إن ربنا فضح غدرهم. سين، هل كنت تعرف ان زوجتك ليها علاقة بصديق عمرك من ورا ظهرك؟ التقرير يا دكتور. ايه ده؟ ده كلام فارغ. اللي كاتب ده ما عندوش اي فكره، ده جاهل. ده كاتب هبوط حاد في الدوره الدمويه بدون توضيح اي اسباب ولا بيان حاله ولا مناظره جثه. وكاتب ان مفيش اي علامات لضغط ولا وجود اي اداه استخدمت للقتل. ده معناه انه ما شرحش جثه ولا فرز الانسجه ولا دخل الرئه من اساسه. يا نرمين، الجثه كان عليها علامات اختناق بالغاز. ده في التقرير هنا ما اشارش للجهاز التنفسي من اساسه. والنتيجه النهائيه ان الموتة موتة طبيعيه جدا بسبب بخار الميه، لان اسفكسيا الاختناق بالغاز طبعا بيكون سببه نقص الاكسجين في الهواء واستنشاق ثاني اكسيد الكربون. يعني ايه؟ يعني كده هتتحسب مجرد حادثه قضاء وقدر؟ كده واضح يا دكتوره ان هم عايزين يقفلوا القضيه عشان الراي العام. انت جوزك معروف، الموضوع وصل لفوق قوي، وما تنسيش ان هو كان شغال مع ناس مهمه جدا في الدوله. وهم عشان يطرمخوها يسيبوا الجاني يفلت بعملته؟ دكتوره سلمى، ممكن تهدي وتنسي الموضوع ده خالص؟ ركزي في شغلك وفي مستقبلك، وركزي في بنتك. بنتي؟ بنتي اللي الفضيحة هتبقى لازقة فيها؟ طب ولما تكبر وتواجهني هقول لها ايه؟ هقول لها ابوكي مات وفي حضن واحدة كانت موظفة عنده؟ لا يا نرمين، أنا لازم أوصل للي هقوله لها ساعتها. يا دكتورة سلمى، احنا فين وعلى ما تكبر فين؟ على ما تكبر هتكون كل حاجة اتنست والقضية اتبخرت. وانت مالك انت كمان؟ هو لسه مقموص؟ الموضوع أكبر من القمصة، وأكبر من إن إحنا نزعل ونتخانق ونتصالح تاني. أنا تعبت ويئست من إن أنا أستنى حاجة ما يبقوش منها أصلا. أنا بجد اتخنقت. سيبك مني، أنا قصتي ملهاش آخر. المهم دلوقتي نتيجة التحليل بتاعت العينة اللي خدناها خلاص قربت تطلع. هتعملي ايه لو النتيجة طلعت زي ما هي؟ لا يا نرمين، أنا متأكدة إن خالد اتقتل. مساء شريف عفيف على كل متابعينا. عفيف ايه وشريف ايه يا عم جيك انت؟ في ايه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ انت هتضحك الناس علينا. انا عايزك تركز معايا كده، الله يبارك لك، عشان نشغل الشغل. ماشي، قول ورايا.
ركز يلا. اخواتي احنا مش بتوع تليفونات. اخواتي احنا مش بتوع تليفونات. بس جات لنا صفقة موت. بس جات لنا صفقة موت. وبعد ما التليفونات القديمة اتركنت والجديدة سقعت. وبعد ما التليفونات القديمة اتركنت والجديدة سقعت، قلنا نمسي عليكم بايفونات جامدة قوي. قلنا نمسي عليكم بايفونات جامدة قوي. استنونا عند محلات زازا بكرة الساعة 9 والعنوان قدامكم اهو. استنونا بكرة عند محلات زازا الساعة 9 والعنوان قدامكم اهو. وما تنسوش حركة الاكسبلور. وما تنسوش حركة الاكسبلور. ايه حركة الاكسبلور دي؟ دي حركة. الحركة بركة يا عم جيك. عشان تعرف بس ان انا ما بنساكش، انا خدت 100 جنيه، انت 50 وانا 50 عشان نشغل الشغل ولع. ايه الحصه اللي انتوا عاملينها دي؟ ايه قلبينها لي سكنتوا؟ سكنتوا ايه بس يا حاج؟ ده مسلسل امير كرارة واتعرض خلاص. يا سلام. بقول لك ايه، اخلع انا بقى عشان ورايا طالعه. ماشي. سلام. جايب لي اراجوز. تمام جاهزين؟ زي ما توقعت بالظبط. طب اقول لك ايه، شوفي جزيئات كده هتلاقيه مزيج ما بين ال NH3 وال CH4 بوساطة تأكسدية. مظبوط يا دكتورة، كل اللي قلتيه مظبوط. ده انت كأنك قاعدة معايا بالظبط. اكتبي كل ده عندك. ده بيسبب توقف لعضلة القلب بعد ثواني من شمه. طب اقول لك ايه، هاتي التقرير وتعالي لي فورا على البيت دلوقتي. حاضر يا دكتورة، هطبعه واجيلك على طول. يا دكتورة، دكتورة سلمى، الحقي تاليا بسرعة يا دكتورة. في ايه يا نادية؟ ايه اللي حصل؟ كنت داخله لها صينيه الاكل الاوضه وقبل ما تحط لقمه بقها يا حبه عيني جت لها النوبه. طب هاتي الحقنه بسرعه وحصليني على الاوضه. حاضر يا دكتور حاضر. يا بنتي عقلي وتعالي معايا الدرس احسن يفوتك. لا انا قلت مش رايحه غير مع جيكا، يعني مش رايحه غير مع جيكا. وده من اصله ايه ده بقى يعني؟ اشمعنى شيكا بالذات دلوقتي؟ ماليش فيه، انا مش رايحه غير مع جيكا. خلاص براحتك، انا طالعه لامك واقول لها مش جايه معايا الدرس وهروح انا اشوف حالي. لا خلاص جيكا جه. ايه ده؟ ايه يا نسيت عاملين كده ليه؟ اتفضل يا سيدي، مش عايزه تروح معايا الدرس، عماله تقول مش هروح غير بشيكا مش هروح غير بشيكا. يا عيون قلب جيكا، بس ليه التدبيسه دي؟ عشان صحابي مش مصدقين ان انت جرنوبه وننزل معاك في البيت عادي. مش مصدقين؟ هما اصحابك يعرفوني منين اصلا؟ جرى ايه يا عمنا؟ ده انت التيك توك بتاعك وفيديوهاتك واغانيك كلها على تليفوناتك. ايه ده يا جيكا، انت بقيت مشهور ولا ايه؟ والله يا بنت ما عارف ايه اللي هي بتقوله ده، بس هروح معاها الدرس وافهم واوعدك لما افهم هقول لك. يلا يا لمضه، وانت يلا ارجعي شوفي انت رايحه فين. ماشي. يلا تعالي. ايه الحوار ده بقى؟ دكتورة نرمين، على فين؟ مش ناوي تحضري الاجتماع ولا ايه؟ أنا آسفة دكتور حازم، أنا بس يعني عندي ظرف خاص. وكنت خارجة كده من غير ما تستأذني؟ لا طبعا، أنا أكيد كنت هاجي أستأذن من حضرتك. معلش ممكن يا دكتور ساعتين ممنوع. أنا عندي عجز في الدكاترة. مكتب النائب العام والنيابة العامة بيستعجلوني، عايزين التقارير النهاردة. ايه اللي في ايدك ده؟ انت كنت خارجة ومعاكي عينات؟ بتاعت مين دي؟ دي العينات اللي اتوزعت عليا النهارده. طب واخداها معاكي ليه؟ لا أنا كنت رايحة أحطهم في الشنطة دلوقتي طبعا. طيب اتفضلي حطيهم في الشنطة وتعالي احضري الاجتماع. حاضر. وممكن بعد الاجتماع تستأذني ساعة واحدة بس. حاضر. يلا. ايه يا نرمين ما جيتيش ليه؟ أنا كنت جاية فعلا، دكتور حازم طب فجأة وسألني على العينة والحفظ وطلب مني أحطهم في الشنو، ودلوقتي عندنا اجتماع أقسام. لازم تخرجي من عندك بالعينة والتقرير وقابليني عند مكتب النائب العام. أنا كلمت هناك مستشار في المكتب الفني ومعادي هناك بعد ساعة. أهم حاجة يا نرمين تخرجي من عندك بتقرير الغاز. طب اديني فرصة بس بعد الاجتماع، الراجل مركز معايا.
وبعدين بقى اتصرفي. بقولك حصليني على مكتب النائب العام. طيب انا هحاول على قد ما اقدر، بس لو لقيتيني اتاخرت عليكي تعالي انت خديهم من شانون 7. اوكي؟ انت لسه هتحاولي؟ بقولك ايه، انا هلبس وجايالك مسافه السكه. التوكيلات كلها عندك يا متر. أنا عايزة كل الجيمات باسمي، تنازل، بيع وشراء، ميراث ماليش فيه. انت عارفه يعني ايه توكيل بالبيع والشراء لواحد متوفي؟ دي قضيه لوحدها. والنبي يا أخويا ما تعملهاليش قضية رأي عام. أنا عارفة إن أنت ليك ناس في الشهر العقاري وتقدر تعملها. ده أنت لو حبيت تطلع شاكر نفسه من تربته يمضي ويعمل لك صحة توقيع كمان هتعملها. وماله، نطلعه ونمضيه كمان، بس خلي بالك ده هيكلفك كتير. ما يكلف يا أخويا، هو أنت غرمان حاجة؟ ما دام انت شايفه كده نبقى متفقين. شايفة كده. تمام. الو. ايوه يا باشمهندس، ما تنجز، الراجل مستعجل، احنا كده متاخرين. ماشي، سلام. هات لي ملف مصنع العاشر. تحت امرك. اهلا يا دكتوره سلمى، غايبه بقالك يومين. عموما انا مقدر الظروف اللي انت فيها، بس حاولي يعني تتواجدي معانا عشان عندنا شغل كتير في المصلحه. حاضر. الحقنا يا دكتور، الشارع مكسور وفاضي. ايه؟ ايه ده؟ شانون ما فيهوش حاجه خالص. فاضي؟ دي جريمه. في حد تاني معاه مفتاحه غيرك؟ لا، المفاتيح كلها معايا انا بس. مفتاح ايه يا دكتوره؟ الشانون مكسور، هو لو حد معاه مفتاح هيكسره ما كان هيفتح. انا قلت 100 مره العينات تتحط في خزنه سريه، محدش بيسمع الكلام، دي جريمه ولازم ابلغ البوليس. انا مش قادره اصدق. وانت كان ليكي حاجه هنا يا دكتوره؟ يا دكتور، كان ليا اجنده خاصه بيا وكنت محتاجاها النهارده بالذات يعني. تعال ده اهل الامن عشان اراجع الكاميرات. اعمل فيكي ايه؟ انا مش قلت لك تجيلي على البيت؟ اهو انت سبب في كل اللي حصل ده. هو انت لازم تطلعيني غلطانه وخلاص؟ انا كنت هعمل ايه؟ ما انا كنت جايه لك. يعني ده وقت سفسطه انت كمان؟ دكتور حازم هو اللي وقفني، انا اعمل ايه؟ دكتوره سلمى، في حد بيسأل على حضرتك تحت. حد مين ده؟ معلش. يا ترى ممكن اعرف ايه سبب تشريفك ليا في شغلي؟